في التسعينات يا صديقي كان في شقة صغيرة في أحد شوارع الهرم، معروفة بين السكان إن مفيش حد بيكمل فيها أسبوع. المالك كان بيأجر بسعر رخيص جدا، واللي بيسأل عن السبب كان بيقول له جرب وهتشوف. وقبل ما نكمل قصتنا يا صديقي حبيت أقول لك فرحني بلايك واشتراك، عاوزين نوصل 100 مشترك في أقرب وقت، فما تبخلش عليا باشتراك يعني. ويلا نبدأ على طول. قصتنا بتبتدي يا صديقي في سنة 1996. شاب اسمه سامح حط إيده على ودنه ومبقاش سامح ها ها ها. المهم يا صديقي، قرر سامح يسكن فيها هو وزوجته، وما اهتمش بكلام الناس. فأول ليلة وهو نايم يا صديقي سمع خطوات حد بيمشي في الصالة. لما قام يشوف الصالة كانت فاضية تماما، لكن الكرسي الخشب اللي كان في الركن كان بيتحرك لوحده. والأغرب إن تاني يوم زوجته قالت له إنها شافت ست عجوزة واقفة عند طرف السرير، شعرها أبيض وطويل وشكلها مرعب تماما. سامح افتكر إنها بتحلم، لكن في الليلة الرابعة وهو قاعد في الصالة لقى باب المطبخ بيتفتح ببطء، وخرجت منه نفس الست العجوزة وهي بتهمس وبتقول ارجع قبل ما تبقى زينا. سامح ما ترددش لحظة، وخد مراته وخرجوا من الشقة في نص الليل، وسابوا كل حاجة وراهم.